بحب أرحب فيكم على قناتي على اليوتيوب، شيفكم أيمن النوباني. وزي ما عودتكم دائما وصفات جديدة وسهلة وجميلة. اليوم راح نسوي شغلة يعني هي وصفة جميلة جدا، اسمها صدفة البحر. طبعا اللي بيشوفها بقول كيف تسوت وكيف صار شكلها هيك، وصعب يعني يطلع هذا الشكل من خلال العجين. بس انا راح اسهل لكم اياها وراح اورجيكم اياها بالمراحل تبعتها، مرحله مرحله، من المقادير للعجين لطريقه تطبيقها وشغلها، وان شاء الله انها بتعجبكم بتنال اعجابكم. ولا تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس عشان يصلكم كل جديد. خلينا نورجيكم المقادير. عنا قطر 75 جرام، 15 جرام ملح طعام، بيضتين، وعنا 50 جرام زيت نباتي، وعنا ما يقارب 250 جرام حليب. طبعا الحليب حسب الرغبة حسب الطلب. راح اكتب العيار اللي اخذته في اسفل الفيديو كامل المقادير. وهذا نص طحين، نص كيلو طحين زيرو او زهرة. نبدأ واحدة واحدة. بنحط القطر والملح والزيت والبيض كامل، كل المقادير باستثناء الحليب. الحليب بنزل على مرحلتين او ثلاث. نضع شوي منه وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. قوامها لازم يكون يعني لا هو طري ولا هو جامد. حليب نضيف، هيك صارت جاهزة. أكمل تنعيمها على ايدي. لازم تنعم مظبوط. بمدها رول طبعا. اثنين، أربعة، ستة، ثمانية، هاي 10. احنا بدنا نستخدم ال10 ورقات هذول. اذا بدنا زيادة بنرجع، يعني اذا انتم سويتوهم في البيت احنا بدنا نسوي ال10 ورقات، لان كل 10 ورقات بنفتحهم مع بعض، او 8 ورقات، فبتسوهم على مرحلتين. ما بدكم اياهم تستخدمهم لاجل ثاني ممكن.
طبعا ريح العجين بدنا نفتحه، بدنا نحط نشا خفيف بين الورق، توزيعه بصير في المنخل بصير يدوي، بس يدوي انا يعني بحبش، انا بالنسبة لي بحبش. في المنخل ارتب، توزيع تحكم اكثر. نشا خفيف جدا يعني يدوب يغطي الورقة، لأنه هذا النوع ما بدوش نشا كثير. والنشا بنحط طبعا عشان هو اللي راح يساعدنا كمان شوي في تشكيل المنظر اللي احنا بدنا نسويه. هذه نصيحة يعني أي حدا بيشتغل أشكال زي هيك لازم يكون في سرعة. أنا بشتغل على البطيء عشان يعني يكون الإشي واضح، بس هو الأصل إنه يكون في سرعة، لأنه هذا العجين الهواء عدو إله. أي عجين ورقي الهواء بكون عدو إله. ركزوا معي كيف راح افتحها في الشوبك، ما بدنا عصي ولا بدنا اشي. نكنس النشا، ما لازم يضل نشا على الطاولة. طبعا هاي مكنسة خاصة في النشا، هاي المكنسة خاصة بس للنشا. هلا نكبسها شوي بصير نفس الحجم. هي عنا الشوبك هذا بنحط في النص وبنفرد، ونحط في النص وبنفرد. يعني حركات سهلة مش زي النشابة، أي ست بيت تقدر تسويها. نقلب طبعا الورق عشان بيصغر من تحت. الهدف انه احنا نوسعها. نرجع بنقلبها. نوسع قد ما نقدر. طبعا هي هشة، ما دام ما صارت في المساحة هاي بتصير هشة. الشغلة الثانية كل ما وسعناها، يعني كل ما قدرنا نوسعها واحنا محافظين عليها بصير طعمها أطيب في الأكل وهشة خفيفة. طريقة سهلة، أي ست بتقدر تعمل اللي أنا عملته. كل اللي عليها بس تفتح الفيديو على قناة الشيف أيمن النوباني، جهز المواد، تعجن المرحلة الأولى، طبق المرحلة الثانية، وتوصل للشكل اللي أنا راح أسويه الآن. صار قطرها تقريبا 55 سنتي. بنبلش ارجع لورا. ايوه
بدنا نلفها على بعض. هيك هيك ممتازة. يكون مستوى واحد. بنشيل الطرف بنقطعها بالتساوي عشان يطلع معنا الحجم والشكل واحد اخواتي. يعني ما بزبط حبة كبيرة وحبة صغيرة، لازم يكون الشكل واحد، الحجم طبعا. هاي صار عنا 2 4 6 8 ما شاء الله كثار. برجعهم لورا. طلعوا كيف كم طرقة صارت. ركزوا معي اخواتي، ال10 لفيناهم ما يقارب 10 لفات، يعني 100 طرقة. وهنا السر، بنرجعهم وبنغطيهم، لانه زي ما حكيت عدو العجين هذا اللي هو الهواء. هلا احنا بدنا نتفنن، بدنا نطلع الشكل. عملنا المرحلة الأولى والثانية والثالثة وهي خشينا على الرابعة، بس كيف بدنا نسوي الشكل؟ مع أخوكم أيمن راح تسوي العجب مش الشكل. بس ادعوا لي بالتوفيق والشفاء، وإن شاء الله راح تشوفوا العجب العجاب في هذا المجال. هيدا دهنا الصينية سمنة. عنا الحشوة بدي أشكلها أنا، مكسرات فستق وكاجو ولوز، وعنا جوز اللي هو عين الجمل. هذا الشبك الكبير انتهت مهمته. هلا بدنا الحبة صغيرة، بدنا اشي صغير. بناخذ أول قطعة وبنغطي. هاي أول قطعة بنكبسها ونحطها تحت الشوبك. خوات هسه اللي تفغص هذا ما بأذينا. هذا الكبس اللي كبسناه وفغصنا العجين والطرقات هاي اللي سويناها، هذا ما بأذينا، لأنه سبحان الله ترجع بالفرن بتفتح. هي صارت شكل بيضاوي. بمسكها من هون وبسكرها بهذا الشكل. صارت نص دائرة أو نص بيضة، وبنصفد. اللي بعديها نفس الشيء، بنضغط عليها في النص بنفتحها بالشوبك، نضغط عليها بالشوبك لنسويها بالطول. إذا إشي زاد بنشيله. نحط الحشوة، بناخذ اللي قدام بنرجعه إلى الخلف وبنكبسها من أطرافها عشان تتشكل عنا. طبعا الكبسة عشان تاخذ الشكل، ما راح تسوي شيء الكبسة، يعني ما راح تلزقها في بعض. وهيك من هون لنخلص كل العجين. بده طولة بال. اللي بدها تسوي شغلة حلوة بده يكون بالها طويل، والبال الطويل يعني فن، يعني المعمار والرسم بده بال طويل. وهي الشغلات زي هيك بدها بال طويل. طبعا حكينا احنا انه صار اكثر من 100 طرقة. اللفات اللي لفيناهم هسه راح تشوفوا كيف راح تتشكل وتصير زي الحلزونة او الصدفة، وشكلها جدا جميل وطعمها اجمل. مجرد ما نحط الشوبك بالعكس
باخذ الشكل طولي، راح تتشكل طولي. ما دام حطينا الكبس عكس مجرى الحبة راح تتشكل لحالها ويطلع عنا اللي هو الشكل اللي احنا بدنا اياه. نضغط، نفتح، اذا في زايد بنشيله، نحط حشوتنا. طبعا انا تعمدت اسويها صغيرة لانه بحب اورجيكم دايما الاشياء الجميلة. طلعوا خواتي، كل الطرقات هاي هسه راح تفتح بالفرن ان شاء الله تعالى. من اطيب واجمل اشكال الحلويات هذا الصنف. طلعوا كيف طرقاتها، هذا كلياته اللي طبقناه على بعض بصير عدد في الاخير، بصير في الاخير عدد. المرحلة اللي بعديها نضيف لها السمنة، لازم نشربها سمنة، ضروري نشربها سمنة عشان الورق كله، عشان الورق كله يصير عليه سمنة. بدي لما تفتحوا القناة تدقوا الجرس، تعملوا اشتراك وتدقوا الجرس عشان يوصلكم كل اشي جديد. انا راح ابذل كل جهدي انه تشوفوا اشياء يعني ما مرقت عليكم، واذا مرقت عليكم وشفتوها استغربتوا كيف تصنعت معي ما راح تستغربوا، لان راح اعطيكم الطريقة الاصلية والسهلة لتصنيع اي شيء بتعلق في الحلويات الشرقية والغربية ممكن كمان، بس انا ميال للشرقي. الغربي الحلو الغربي بحترم الحلو الغربي، فن ذوق، بس مهارات الشرقي تختلف تماما. الغربي معظمه حط طحين وكاكاو ومحسن وشحمة وجليز وركبهم فوق بعض، يعني شغلة عيارات. لكن مهارات يدوية غير التزيين في الغربي ما في، باقي عيارات. 1+1=2. في الحلويات الشرقية يختلف تماما، في فن. يعني احنا ممكن نصور صدر بقلاوة كبير واحنا بنسويه يدوي بدون قطعات، راح تشوفوا كيف انه هذا الاشي صعب جدا. هلا خواتي راح ندخلها على الفرن، متابعينا الكرام راح ندخلها على الفرن، بتفوت على درجة حرارة 180 190 اذا الفرن كهرباء. اذا الفرن عربي زي ما بنخبز السبونج الهريسة، الشغلات اللي نارها هادية. وبرجع لكم ان شاء الله تعالى.